السلام عليكم، صحة ندنكم، إن شاء الله راكم قاع بخير. إذا اليوم جبت لكم وصفتين، وصفة المقبلة اللي راكم تشوفوها معايا في بداية الفيديو، وجبت لكم تاني الحريرة على طريقتي. الحريرة هذه تجي بنينة، صدقوني تجي بنينة ولا أروع. إذا يلا معايا شوفوا طريقة التحضير ومعرفة المقادير. إذا هنايا أول حاجة راح نبداو بالمقبلة. هي عبارة عن تقدروا تقولوا عبارة عن بوراك، باسكو يجي كيما البوراك. إذا هنا عندي 2 كيسان فرينة، وعندي 4 كاس زيت، وملعقة كبيرة تاع خل. اذا هنايا انا زدتلو شويه هنايا سانوج اختياري، تقدروا ما ديروش. وتاني هنايا زدتلو شويه ملح وشويه وخميره الحلويات. اذا هنايا درت باكي د لوفر، درت راس تاع مغرفه كما شفتوها هنايا معايا، والملح. وهنايا راح ندخل يديا باش نبسس هذه العجينه، وراح نبسسها باش ندخل مليح هذاك الزيت مع هذيك الفرينه. وهنايا عندي كاس ماء. هنايا الماء هذاك يجي بارد نورمال تاع الغوبيني، وراح ندير بشويه بالعقل حتى وين تطلملي العجينه تاعنا. لان هنايا هاد العجينه ما فيهاش الخميره، ما فيهاش خميره الخبز. ما نستحقوش انه تطلع ولا سي جوست برك نلموها ونغطوها ببابي سلفوريزي ونديروها في فريجيدار. اذا هاد لي لاباط لازم ترتاح. قد ما تخليوها ترتاح قد ما تجيكم بنينه وهشه وتجي مكرمشه. اذا تقدروا مثلا ديروها صباح تخلوها حتى العشيه باش تخدموها، لانه الطريقه تاعها سهله يصال ما تديش بزاف الوقت. قبل المغرب تقدروا تخدموها باش تاكلوها سخونين. اذا وهنايا راني نلم في العجينه تاعي. صدقوني هاد المقبلات تجي بزاف بنينه، جربوها وما ان شاء الله ما راحش تندموا عليها. وهنايا كما كتشوفوا معايا راني نعجن فيها. عجنتها حوالي 5 دقائق هكاك وانا نعجن فيها. وهنايا كما كتشوفوا راهي طريه ماهيش تلصق في اليدين. راح نغطيها وراح نخبيها كما قلت في الاول في الفريجيدار. اذا جربوا هذه الوصفه، صدقوني تجي بزاف بنينه. والحشو هنايا عندنا حشو فريمون اقتصادي. هنا عندي بصل، عندي شويه توم، عندي زيتون، عندي حبه بيض غليتها ورابطها، درت فروماج بلون، و درت شويه ملح وشويه فلفل كحل. لان الحشو تسيبوه لتحت صندوق الوصف. هنايا بعد ما ارتحت لي العجينه تاعي نفتحتها. لازم نفتحوها شويه رقيقه، لازم تفتحوها رقيقه باش ما تكونش معجنه كي تقليوها، باسكو هنايا راح نقليوهم. وراح جبت بورت بيس تاعي ودرتهم دوائر. وانا عندي فرomage الحشو تاعي، درت له تاني طون للحشو تاعي. وهنايا راني درت لا فارس تاعي ودرت شويه فرomage وبلعت عليها وغلقتها مليح بلا فورشات باش ما يخرجليش هذاك لافاس كي نقلي فيها. اذا العمليه جد سهله، سيرمون كاع الناس تعرفها. كي شغل هكا تغلقوها كيما لي سوفلي. فوالا هنايا راني بعد ما غلقتها كاع وبديت هنا كنت نقلي فيهم. نوري لكم برك كيفاش تقلاو لي بعد ما قليت النص، والنص الاخر راني نوري فيكم كيفاش راني نقلي. هنا يتحب شويه زيت بزياده، وراح نرمي هذا على دو كويار. راح نرمي الزيت هكذا من فوقها باش تتحمر لي ومام تتنفخ جيدا. اذا هذه هي المقابله تاعنا لنهار اليوم. صدقوني تجي بزاف بنينه، ولا فاس هذيك تجي اقتصاديه. تقدروا ديروا اي نوع من الحشو موجود عندكم في الدار. تقدروا ديروا فيونداشي، تقدروا ديروا بالسلق تاني تجي بنينه، وبولي ولا اي حاجه
عندكم في الدار، ولا ديروا كيما أنا درت الثوم وشوية الزيتون وشوية بصل. هذه هي. إن شاء الله تكون عجبتكم هذه المقبلة، ترافقكم بزاف مع الشوربة ولا مع حريرة كيما أنايا دوكا. راح نوجدو معاكم وصفة تاع الحريرة. لأن هنا عندي 2 بصلات كبار مع 4 فصوص توم، وهنايا عندي اللحم وشوية سمن مع شوية زيت. إذا هنا رابيت مليح البصل تاعي كيما راكم تشوفوا معايا، وراح نقليه مع اللحم. وهنا عندي ربطة تاع حشيش وتاني عندي شويه زروديه، عندي بطاطا. هنا درتهم خشان باش نحيهم باش نميكسيهم. وتاني هنايا عندي الملح، درت شويه ملح باش يدبل لي هذاك مع البصل. وهنا عندي لي زيبيس، عندي الفلفل العكري، عندي راس الحانوت، عندي هنايا عندي شويه قرفه، فلفل كحل، ولي زيبيس تاع الحريره يتباعوا هكاك واجدين. لي بيس تاع الحريره. هذا ماك واش درت في التوابل. وهنايا عندي طوماطيش كونسيرف، عندي مغرفه كبيره، وطوماط حب عندي هنايا حوالي 2 كبار. اذا وهنايا راح نقلي كاع مع بعض. انا هنا في الحريره ولا في الشوربه ولا اي حاجه ناخذ وقتي بزاف بزاف في القليان. هذا هو السر البنه تاع الماكله. تاع الماكله اون جينيرال لازم تخلوا الماكلتهم تتقلى ابتي فو بيان سور باش ما تتحرق لكمش، وتخلوها تقلى جيدا حوالي 10 دقائق حتى 15 دقيقه وهي تتقلى. وهنايا درت باش نعقد الحليله تاعي. هنا درت بغرفه كبيره فرينه وعقدتها بالماء، ونفس لي زيبيس اللي درتهم في الحريره سي لي ميم اللي درتهم هنايا في هاد العقده تاعي. اذا وهنا زدت شويه قزبر. اذا القزبر درتو في هذه العقده تاعي، ما درتوش في لاصوب. اذا وهنايا هذه نخليها تخمر، نخليها دو كوتي باش تخمر لي. وهنا راني راح نمرق ونخليها تطيب، واللحم هذاك يدخلوا التياب، وزروديه هذيك تاني تطيب مع البطاطا هذا نرحيهم. وهنايا رحيتهم درت بعد ما طاب لي اللحم درت هذيك المعقوده تاعي باش تعقد لي الحريره كيما راكم تشوفوها هنا معايا. وشويه درت شويه حبيبات تاع الحمص، كانوا عندي طايب الحمص لازم درتو في الاخر تاني. وهذه هي وصفتنا لنا اليوم. هذه هي الحريره تاعنا، صدقوني تجي بنينه ولا اروع. هذو هما الوصفات اللي شاركتها معكم اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، ان شاء الله تجربوها. واللي مازال ما اشتركش في الصفحه ولا في لاشين تاعي تشترك. اذا نتمنى لكم نهار مبارك، صحه فطوركم، مع السلامه.